تفاصيل فيديو الأب السوري الذي اعتدى بالضرب على ابنته. تم القبض على يوسف طه في تركيا، الأب السوري الذي ظهر في فيديو وهو يضرب ابنته مستخدما يديه وقدميه بالضرب وسحبها من شعرها ثم رميها، مما تسبب لها بإصابة بارتجاج في المخ. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل قصة الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد معكم توتو FM. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تفاصيل الفيديو: أعلنت الشرطة التركية أنه تم القبض على الأب الذي ظهر في الفيديو وهو يضرب ابنته، وتبين أنه سوري واسمه يوسف طه من دير الزور مقيم بحي سينان غازي عنتاب بتركيا، وقام بهذا الفعل بدافع الانتقام والابتزاز. من طريقته هو أن الحادثة وقعت بتاريخ يوم الجمعة 4 من أفريل 2025، وأظهر الفيديو الأب وهو يضرب ابنته مستخدما يديه وقدميه بالضرب وسحبها من شعرها ثم رميها، مما تسبب لها بإصابة بارتجاج في المخ. وبعد العلاج سيتم تسليم الطفل إلى إدارة الرعاية والحماية الاجتماعية. ونعلمكم إلى حد الآن هذه هي المعلومات الأولية المتاحة من المصدر، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.